أرحكاكم 1 2 3 4 5 6 7، وبقولوا إنه رقم 7 رقم الكمال. ليه؟ لأنه ربنا خلق الكون في 6 أيام وارتاح في اليوم السابع. وكمان لو أنتم مولودين في شهر 7 أنتم ناس محظوظين، لأنه مواليد شهر 7 أبراج مائية تحب الأكلات زي الأسماك، وفي نفس الوقت بيحبوا أكلات من اليونان. والوصفة ما سودانية، بس ما تزعلوا مني، يونانية، اسمها تايرو كفتيري. واكتبوا لي في التعليقات انتوا شنو رقم الحظ بتاعكم. يا ريت تدعمونا في اللايكات، لأنه إحنا عملنا معاكم تمرين نخليكم تشاهدوا لمدة 7 ثواني، عشان كده ابتدينا بالعد. 3 بلوكات من الجبنة اليونانية الفيتا تشيز. بصراحة الدنيا سخانة، وعلى رأي السودانيين يقول لك الواطة حارة، فما في داعي للطبيخ. سلطة التايرو في الكفتيري دي حلوة جميلة في الوقت ده في السخانة. الطماطم كان عندي طماطمتين، والطماطمتين دي أفضل طماطم تجيبوها مع السلطة دي هي الفاين توماتوس، وفي الفلاية حمراء وقطعتها شرائح، والشطة الخضراء اختياري، و6 فص توم صغير الحجم. الوصفة الأصلية ما فيها التايم اللي هو الزعتر، بس أنا عملت التايم، قلت كده أجربها. طلعت الصفق بتاع التايم دي اللي هو الزعتر، عملته من فوق الجبنة البيضاء. والوصفة الأصلية فيها الأوريغانو، نص ملعقة كبيرة من الأوريغانو، ولازم تخطوا فوقيها زيت الزيتون اللي هو الإكسترا فيرجن أوليف أويل. أنا عملت 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. وبعد كده دي اختياري، خطيت نص ملعقة كبيرة من الشطة الحمراء المجففة. والما عنده اير فراير القلاية الهوائية الترابة في خشمه، لأنه بيسرع ليك المدة، وما زي لما تعملها في الفرن وتسخن المطبخ كله. خليتها في الاير فراير لمدة 15 دقيقة لحد ما شفت كده الفلفل الأحمر والطماطم يعني أخدوا كده لون. وبعد كده اللي بعمله بس بحصر عليها ليمونة كاملة عشان تديني طعم كده مميز للمزة دي. وهي سهلة يا اخوانا، دي تعملوها اي وقت، عاملين الشيات، عاملين الشية السودانية، او مع اي حفلة عزومة، رهيبة جدا جدا. وكل اللي بعمله بعد ما صرت الليمونة بقلب الجبنة، شايفين كيف كده ساحت والسوائل كده عليها. ولو عندكم الفود بروسيسور اضربوها في الفود بروسيسور. انا بصراحة اليوم ده ما كان يعني عندي، عملتها بالهاند بلندر عشان اسرع المدة. هي سخنة بتتعمل كده، وبتبقى القوام بتاعها كده كريمي، وما بتحتاجوا تحطوا ملح لانه الفيتا تشيز فيها ملح، فما تضيفوا ملح ابدا. وها شايفين كيف. ولو لحد هنا وصلتوا شاهدتوا لحد النهاية اكتبوا لي في التعليقات تم، عشان اعرف انتوا بتشاهدوا الوصفة للنهاية ولا لا. كل اللي بتعملوا بعد كده تخلوها تبرد، تحطها في الثلاجة، تقدموها كده هي وطالعة يعني سخنة، وتحطوا عليها من فوق التزيين بصفق النعناع وزيت الزيتون. رهيبة رهيبة رهيبة. وإن شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وتطلع اكسبلور وتصل 10 مليون. قولوا آمين يا رب العالمين. وما تنسونا 5 كلمات في التعليقات ولايكات.